انت ماسك الموبايل وانت ماسك الموبايل حتى انت كمان ماسك الموبايل. ظاهرة السوشيال ميديا دي ملت البلد وما بقاش يتسكت عليها، وعشان كده فروس قرر ينزل الشارع. اهلا بكم في الحلقة الثانية من فروس بودكاست. في اخر الاحصائيات اللي اجرتها وزارة الاتصالات مؤخرا اكتشفوا ان اكتر من 60 مليون مصري بيستخدموا السوشيال ميديا بمعدل 3 ساعات يوميا فيما اكثر. فقررنا ننزل الشارع ونسألهم بيعملوا ايه في ال3 ساعات دول او اكتر، وهل الساعات دي بتعود عليهم بفايدة ولا لله وللوطن. فعشان كده قررنا ننزل الشارع. تعالوا نشوف عملنا ايه في المقابلات دي. ايه اكتر مواقع بتستخدمها على النت؟ بصراحة بستخدم يوتيوب كتير جدا وتيك توك أكتر حاجة. بستخدم ويكيبيديا، يوتيوب والواتساب. فيسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب، يعني عادي يعني. انستجرام، واتساب، فيسبوك، واتساب، وانستجرام وكده. فيسبوك، واتساب. بس ده عايش حياتي على رجال الكهف. أكتر موقع بستخدمها واتساب، يوتيوب، تويتر. طب الاستخدام ده بيكون عشوائي ولا بهدف؟ مش دايما بيبقى بهدف، الا لو انا عايز حاجات معينه بدخل ادور عليها، بس مش دايما. في اوقات كتير بيبقى بهدف. لما بتفتحيهم هل بيكون في هدف معين انت فاتحاهم عشانه ولا بيكون فاتحهم تضييع وقت؟ لا، واتساب مثلا هدف تعليم، جروبات وكده. انستجرام بتابع مثلا اللي هو المحتوى الديني، بلوجرز، الكلام ده كله. اليوتيوب اليوتيوب يعني عامة كل حاجة فيه، فاهم أي حاجة. انت بتبقى حاكم بنفسك بوقت وانت بتستخدمها ولا بتبقى سداح مداح وفاتح طالما عندي وقت فراغ بستخدمها عادي. بتبقي فاتحاهم بهدف او بغرض ان انت تعملي حاجه معينه وتقفلي، ولا فاتحاهم تضييع وقت وفراغ مش على طول يعني، لو حاجة عن الكلية وكده ببقى داخلة أبحث عن شيء معين، إنما عشوائي في أغلب الوقت. طيب هل بتستخدم الابلكيشنز دي بشكل عشوائي ولا بيكون لك هدف معين بتستخدمها؟ هو في الأغلب مثلا زي اليوتيوب ببقى عامل سبسكرايب لشوية قنوات وكده، أيوة. فبينزل المحتوى بتاعها، فبالأغلب دول أكتر فيديوهات اللي أنا بتفرج عليهم. تيك توك لا، بيبقى بتفرج طبعا، بينزل حاجات في الاكسبلور وكده، فلا بتبقى غالبا عشوائيه، يعني في جزء عشوائي وفي جزء لا انا متابع. طب انت بتستخدم المواقع دي او البرامج دي بعشوائيه ولا انت بيكون هدف او بتكون مجدول وقت بتستخدمها؟ لا يعني معظم الاحيان عشوائيه، لكن قليل قوي ما هدف. يعني مثلا ايه، مثلا ببحث عن حاجه في كل على المنهج مثلا دراسه القرآن. انت بتبقى حاكم نفسك بوقت وانت بتستخدمهم ولا سلاح مداح كده لله وللوطن؟ طب ايه اكتر صانع محتوى انت بتحبي تتابعيه او تتفرجي عليه او بتستفادي منه؟ وأنا بفضل أكتر اللي هو الجانب الديني. بتابع مثلا محمد، هو مش متذكر اسمه قوي، بس يعني المحتوى الديني أكتر يعني بتابعه، البلوجرز والكلام ده. طب مين اكتر صانع محتوى انت بتتابعه على سواء على تيك توك او اليوتيوب؟ على اليوتيوب بتابع الدحيح طبعا، بيقدم محتوى علمي. بصراحه انا شايف ان هو افضل صانع محتوى على اليوتيوب حاليا. وبالنسبه لتيك توك؟ تيك توك مفيش محتوى قوي بتابعه، بس ممكن شارع العلوم بيقدم برضه محتوى كويس جدا. طب مين اكتر صانع محتوى انت بتحبه تتابع له او تتفرج عليه؟ هي حاجه مش مفيده بس انا بحبها، يعني حاجه بالنسبه لي اللي هو محمد طارق بتاع 50. شكرا. طب ايه اكتر صانع محتوى انت بتسمع له او بتتفرج عليه؟ اكتر صانع محتوى هو الدحيح، بس هو اكتر حد انا بتفرج عليه. الباقي كله يعني بيبقى عشوائي او على حسب ما انا بدور يعني مين اكتر صانع محتوى انت بتحبه؟ الدحيح. حد تاني ولا الدحيح بس؟ لا، الدحيح بس. شكرا. طيب انت ايه اكتر صانع محتوى بتتابعه او بتحبه وبتستفيد منه؟ دحيح شارع العلوم، صناعه محتوى التاريخ مثلا. انت مين اكتر صانع محتوى بتتابعيه او بتحبي تسمعي له وبتستفيدي منه؟ بستفاد منه يعني مثلا النهائي، محمد طاهر. طب انت يعني مينيمم بتستخدم الموبايل كام ساعه في اليوم؟ من 6 ل 8 ساعات. شكرا. ودلوقتي معانا مقابله حصريه من قلب دوامه الريلز، معانا ومعاكم الاستاذ سكرولا.
سكرول. استاذ سكرول عامل ايه يا استاذ سكرول؟ استاذ سكرول، استاذ سكرول، هو الموضوع بدأ ازاي يا استاذ سكرول؟ كان يوم برد كنت عامل فيه ماركة كوفي ميكس، قلت اتدفى وانا قاعد اتفرج على حلقة واحدة بس فجأة الفيديو بيجيب فيديو أنا عايز أحمد حسن، عايز زين، عايز انت بس انا مجنون. وبعد ما شفنا المقابلات واجابات الناس، وبما ان الانترنت دلوقتي بقى شبه مستحيل ان هو نستغنى عنه في البيت او في اي مكان عامه، فانا جاي النهارده اوضح ازاي نقدر نستفيد من كل الوقت اللي بنقضيه على الشبكه العنكبوتيه. اول حاجه، ودي للناس اللي هي بتحب تتعلم اللي هم مش انا، ومحبين الكورسات والناس اللي بتحب تطور من نفسها في الاجازه، تعرف ان موقع كورسيرا بيقدم اكتر من 6200 كورس بشكل مجاني، وبتكون مقدمه من افضل الجامعات العالميه. طب انت بتضيع وقتك ليه؟ طيب روح شوف الكورسات دي هتستفيد. طب انت تعرف برضو ان منصه لينكد ان بيكون عليها اكتر من 13000 دوره تدريبيه، وبتكون احيانا بشكل مجاني. طب انت تعرف برضو ان منصة يوديمي بيكون عليها اكتر من 100,000 كورس ودورة تدريبية، وبيكون اغلبهم بشكل مجاني او باشتراك رمزي او يعني بمبلغ رمزي جدا. مفاجأة مش كده؟ وفي مواقع غيرهم كتير بتوفر دورات تدريبية وكورسات في مجالات كتيرة زي البروجرامينج والديجيتال ماركتنج. ده حتى الهندسة المعماري اما بقى فيها كورسات دلوقتي، في التسويق، في كذا مجال انت تقدر تستفيد منهم، واغلبهم بيكون بشكل مجاني، بس انت تعرف تدور صح. تاني حاجة حلوة يا غلبانيا اللي بتدور على مصادر لأبحاثك، انت تعرف ان انت عندك اكتر من 100 مرجع موجود على جوجل تقدر تستفيد منه في ابحاثك وفي او حتى في التاسكس والشيتس اللي انت بتعملها في الجامعة، بس انت تعرف برضو تدور صح، تعرف تجيبهم منين. طبعا انت بتسأل نفسك دلوقتي وبتقول لي مراجع ايه اصلا اللي انا اشتريها؟ ده انا بصور ملخصات المادة بالعافية، عايزني اروح اشتري مرجع ب1000 او ب2000 جنيه؟ احب اطمنك يا صديقي ان انت تقدر تستفيد من المراجع دي بشكل مجاني بالكامل، ما تدفعش ولا جنيه. بمجرد ضغطة زر هتلاقي نفسك موجود في واحد من المواقع زي اكاديميك انفو، زي بيز، زي جوجل سكولر. الموقع اللي انا فعلا بعتبره كنز هو الذات ليرنينج، وده موقع بيوفر لك اكتر من 100 مليون مرجع او ورقه بحثيه تقدر تستفيد منها بكل اللغات معانا. او مش اخر حاجه، ولكن اخر وسيله تقدر تستفيد منها من النت، ان انت تقدر يعني بما اننا شعب بيحب الفلوس والحاله صعبه والدولار ب30 جنيه، فانت تقدر تستخدم النت ان هو يكون وسيله ربح قانونيه ومشروعه جدا. يعني هجيب من النت ياض يا فارس فلوس؟ اولا بلاش ياض يا فارس. ثانيا ايوه تقدر تجيب منه فلوس بشكل سهل وبطريقه قانونيه ومشروعه، ومحدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه. مثلا لو انت عندك شغل هاند ميد، انت مدرس تقدر تدي دروس، بتقدر تعمل تصميم لوجوز او تصميمات عامه، تقدر تكون مسوق الكتروني ديجيتال ماركتر، حتى يا جدع المودريتورز بتاع الفيسبوك. اما انت تقدر دلوقتي تشتغل وتاخد مرتب تقريبا يعني حوالي 2000 ل 3000 جنيه لمجرد ان انت بس بتفتح الصفحه ساعتين في اليوم طول الشهر. فانت لو انت بتعرف تعمل حاجه من دي فاهلا بك في عالم الفريلانسنج. طبعا عالم الفريلانسنج ده هو العالم اللي انت تقدر تسخر فيه موهبتك، او حتى المهاره اللي انت متعلمها، او حتى ان انت تاخد الكورسز بتاعت اللي احنا لسه متكلمين عنها في اول فيديو، وبعد ما تاخد الكورسز دي يا تديها تاني لان انت اوريدي هيكون معاك شهاده، يا اما ان انت تبتدي تشتغل بيها. وده الوسيله والعالم اللي انت تقدر من خلاله تحول وقتك من البيت، حتى من الكافيه، من الكليه، من اي مكان انت فيه، مجرد ما معاك تليفون او لابتوب او ونت معاهم، ان انت تقدر تحول موهبتك او حتى الحاجه اللي انت اتعلمتها وشويه وقت من البيت من اي مكان تقدر تحولها لفلوس. بس انت تدور وتبطل مرقعه. المواقع الفريلانسنج دي هتلاقي منها اللي موجود بالعربي زي خمسات وزي مستقل، وهتلاقي منها العالمي اللي هو بالانجلش وتقدر تكسب منه بالدولار. الاثنين عامه العربي والانجلش والعالمي بتقدر منه تكسب بالدولار، ولكن العالمي بيكون المكسب بتاعه بالدولار اكتر. طبعا المواقع العالميه دي زي فريلانسنج وفايفر. طيب هتقول لي
يا عم انا ماليش في الكورسات ولا في الفريلانسنج ولا في الجو ده، اعمل ايه طيب؟ احد من استخدامي ازاي للنت واوفر وقت ازاي او استفيد بالوقت اللي انا بضيعه على النت ازاي؟ هقول لك جيت للشخص المناسب. استنى. وادي قاعده. بص يا صديقي، انت بتستخدم النت او التليفون عامه في اليوم، مش هقول لك 3 ساعات عشان انا عارف ان ده كذب، انت بتستخدمه مثلا مش اقل من 7-8 ساعات. طيب تعالى نتكلم ان هما 7 ساعات، نقسمهم ازاي او تستفيد من الوقت ده ازاي؟ طيب تعالى نقسم ال7 ساعات. بما انك طالب وبتدرس لسه، فانت محتاج تذاكر عشان ما تجيش ليله الامتحان تقعد تعيط وتقرفنا وتهرنا صياح مش ناقصاك. طيب هتعمل ايه؟ 3 ساعات من ال7 ساعات تبتدي ان انت تذاكر فيهم. مش لازم تذاكر ال3 ساعات ورا بعض، قسمهم ساعة مثلا أو 50 دقيقة، اتبع طريقة بومودورا. عندك هيبقى 50 دقيقة 10 دقايق راحة، أو 25-5 أيا يكن الطريقة اللي أنت هتقسمه بيها على حسب طريقة استيعابك تذاكر بيها. طيب 3 ساعات راحوا مذاكرة، يتبقى من ال7 ساعات 4 ساعات. خد من ال4 ساعات دول ساعة واحدة بس افتح بيهم اليوتيوب. تقدر تفتح مثلا ان انت تتفرج على فيديوز تتعلم مهارة، حاجه زي مثلا انت تتعلم ازاي تصمم لوجو مثلا، ابسط الامور. دي حاجه بسيطه جدا، مش شرط لوجوز، ممكن تتعلم من عليه ديجيتال ماركتنج. ممكن تاخد بيزكس بتاعت البروجرامينج مثلا في قنوات بتكون موفرها ببلاش. ممكن تتفرج على مثلا صناع محتوى بيقدموا معلومه مثلا في المجال بتاعك، ان انت مثلا راجل مثلا يعني حد زي حالتي مثلا في كليه علوم، فانت بتكون مهتم مثلا بالكيمستريز والبيولوجيكس والحاجات زي كده، فهتتفرج على حد بيقدم محتوى يكون مفيد وفي نفس الوقت خفيف ولطيف تقدر تتعامل معاه. الساعة دي حاول تستغلها ان انت تتعلم فيها اي حاجة، سواء كانت مهارة وتبتدي تشتغل بيها بعد كده فريلانسنج. لو انت مش حابب تاخد كورس ومش حابب تاخد حاجة، فساعة في اليوم بعد شهر 2-3 سنة هتلاقي ان الساعة دي عملت منك او عملت فيك تغيير جذري. تمام كده 3 ساعات مذاكرة وساعة تتعلم فيهم مهارة، هيبقى من كده 4 ساعات. من ال7 ساعات يبقى 3 ساعات. خد من ال3 ساعات دي ساعة كمان خش اتفرج فيهم على محتوى، حاجة تكون mental health او حاجة تكون بتعلمك ازاي تكون شخص برودكتيف اكتر، تتعلمك ازاي انك تكون شخص ذو مسؤولية، شخص تعلمك ازاي ان انت تتعامل مع الازمات في حياتك، شخص يعني من الاخر حاجة هتفيدك على المستوى النفسي، حاجة تخلي عندك سلام نفسي، تتعلم ازاي تحب نفسك اكتر، تتعلم ازاي تتخطى الحزن، تتعلم ازاي انك حتى تتعلم ازاي تفكر صح او تغير المايند سيت بتاعتك. كده احنا وصلنا 5 ساعات. هيبقى من ال7 ساعات ساعتين. خد منهم ساعة طبعا عبادة، ان انت تصلي مثلا يعني تصلي. طبعا الصلاة دي كده كده انت تصليها في وقتها، يعني مثلا انت عايز تصلي حاجة زيادة، ركعتين لله، ركعتين شكر، ايا يكن. عبادات ان انت تقعد تسبح بقى، تقرأ قرآن، ما الى اخره من العبادات اللي انت تقدر تعملها في يعني العبادات اللي انت تقدر تعملها كتيرة جدا. حتى لو عبادة واحدة مثلا تسبيح او استغفار او حاجة وهتقعد تعملها الساعة، فانت كسبت ما خسرتش، ما يعني او هتكون بتقرب من ربنا اكتر. مرة في مرة هتلاقي نفسك بتقرب من ربنا اكتر. فالموضوع ده هيكون مفيد ليك نفسيا وهيكون مفيد ليك في مستوى حياتك، لان انت عشان تنجح وتوصل لاي حاجه لقدام، تنجح وتوصل وتبقى ذو قيمه، لازم ان انت تقرب من ربنا. كده وصلنا ان احنا 6 ساعات من ال7 ساعات، هيبقى ساعه. طبعا انت مستنيني اقول لك خد بقى الساعه دي اقعد على التليفون، بس مش هيحصل. الساعه دي قسمها ان انت تاخد منها نص ساعه او ساعه الا ربع، يعني من 30-45 دقيقه تقعد فيهم قاعده مع نفسك. اولا تقعد تمتن للحاجات اللي في حياتك، النعم اللي موجوده في حياتك، ان انت لسه بصحه دي نعمه، ان انت لسه بتشوف دي نعمه، بتسمع دي نعمه، فانت كون ان انت بتنام وتصحى سليم معافى دي نعمه محتاجه انك تشكر ربنا عليها. غير كده نعمة الرزق، نعمة الأكل، إن أنت بتلاقي أكل في بيتك، ليك مكان تنام فيه، في ناس ما بتلاقيش مكان تنام فيها، فدي محتاجة وقفة إن أنت تقعد مع نفسك.
وتقعد تمتن للحاجات دي وتمتن في حياتك، حتى لو انت اليوم اللي انت هتقعد فيه ده حصل معاك موقف وحش، ولكن انت هتبص لليوم كاوفر اول داي، يعني ان انت ما انت موقف واحد حصل وحش بس باقي المواقف كانت كويسه، فهتمتن للموضوع ده، وانت تتمنى ان الموقف الوحش ده عدى ما اثرش عليك مثلا او ما ضركش بشكل كبير. تقعد تمتن مثلا، تقعد مع نفسك تفكر ان انت في حاجات من الماضي، ولكن من غير ما تجلد نفسك. انت هتقعد تفكر انا كان في مشكله او كان في موقف حصل قبل كده انا اتصرفت فيه ازاي، طب انا اتصرفت صح ولا كان ممكن اتصرف بشكل احسن، عشان لو اتكرر بعد كده تبقى انت جاهز ان انت تتصرف بالشكل الاحسن لو التصرف الاولاني ما كانش عاجبك. تقعد تتكلم مع نفسك كده عن الاشخاص اللي عدوا في حياتك، ضافوا لك ايه، سابوا لك ايه، بس يعني تحاول انت تقعد مع نفسك انك قعدة صفا كده، تراجع انت بتعمل ايه في حياتك، تراجع انت تصرفاتك، تراجع ايه الحاجه اللي انت محتاج تبطلها، ايه الحاجه اللي انت محتاج تبقى تعملها. يعني انت مثلا لو شخص مثلا ما بتلعبش رياضه او مش مهتم بصحتك، فتبتدي ان انت تروح مثلا تاكل هيلثي فود، تروح تظبط الدنيا بتاعتك، ان انت تروح مثلا تلعب رياضه، تروح جيم. دي حاجه انت مش بتعملها، مثلا ان انت بتنام كتير مثلا اكتر من 8 ساعات، بتنام 12 13 14 15 ساعه، في ناس بتنام 17 ساعه، فده غلط. تحاول انت تصلح الموضوع ده. محتاج مثلا تخرج من دايره الانطوائيه بتاعتك، ان انت قاعد في البيت 24 ساعه او مثلا ان انت ما بتخرجش كتير، فانت تحاول تنزل كتير. انت مثلا عايز تشتغل او عايز تبقى عندك كارير، او عايز ان انت تضيف لنفسك حاجه بعد كده عشان بعد كده تبقى انت مميز. محتاج مثلا انت تشتغل، بس انت مش هتقدر تشتغل في مكان، فانت زي ما قلنا في اول فيديو عندك طرق كتيره ان انت تشتغل من البيت، بس محتاج ان انت برضو تقعد مع نفسك وتقرر ان انت لازم تعمل ده. مش هعمله عشان مش هعمله خلاص بدون هدف عشان الناس اللي حواليا بتعمله، ومش هعمله عشان انا زهقان. انا هعمله لا، انا عندي تارجت عايز اوصل له، انا عايز مثلا نوصل كمان سنه مثلا ان انا اكون شغال في الشيء الفلاني وبكسب بيدخل لي في الشهر فلوس الفلانيه. وفي الاخير على حسب انت قعده الصفا دي تاخد معاك 30 45 دقيقه، مش اقل من كده ومش اكتر من كده. هيبقى من نص ربع ساعه، حاول تقضيها على التليفون، ولكن قضيها بليميت. انت احكم نفسك بتايمر بقى، بابلكيشنز اللي هي بتقفل التليفون لوك بعد نص ساعه وتقفل وقت طويل. يعني تصرف بقى، ما تسيبش نفسك. يعني اللي احنا مش هنبقى صلحناه انت بوظه تاني، انك تلاقي النص ساعه دي سرحت معاك 4 ساعات مثلا، يبقى انت ما عملتش حاجه. كل الوقت اللي انت بيعدي عليك في حياتك انت لازم تستفيد منه بقدر الامكان. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، انت تقدر تستخدمها كويس وتقدر ان انت تستفيد منها تدخل، سواء كان هتدخل منها فلوس بقى، سواء كانت هتاخد منها اكسترا ادفانتجز ليك، سواء ان انت تتعلم منها حاجه بعد كده تفيدك فيما بعد في اي مجال هتتحط. لان انت حاليا اي مهاره موجوده ان انت ممكن تعملها من السوشيال ميديا، سواء كانت الديجيتال ماركتنج، الديزاينز، اللوجوز، كل حاجه حرفيا انت ممكن تعلمها حاليا. اي مجال شغل، يعني مش مجالات معينه، كل مجالات الشغل لا بتستفيد منها فيما بعد. لو حتى قررت ان انت بعد كده تفتح بيزنس ليك، هتلاقي نفسك ان انت بتعرف تعمل لوجوز، فتعرف تعمل لوجو على طول من غير مثلا ما تروح بره مثلا لحد يقعد بقى يتاخر عليك، او تبقى انت مش حاسس الحاجه. لا، انت تبقى عاملها بايدك، فانت عامل فيها احسن حاجه لان انت بتعملها لنفسك. سواء كانت المونتاج مثلا، لو انت بعد كده هتقدم محتوى، فانت المونتاج والاخراج والكلام ده كله برضو في كورسز فيه وبتكون فور فري. بعد كده هتفيدك ان انت تقدر تعمل الحاجات دي من غير بقى ما تجيب حد او تخلي حد يساعدك وبتاع، وتبقى متعطل بيه مثلا انه ممكن يحصل له ظروف، لان الناس بتحصل لها ظروف. فلا، انت تبقى انت عارف شغلك ماشي ازاي، فكل حاجه بتضيف لك اكسترا ادفانتجز. فحاول ان انت يعني تكون منظم وقتك اكتر. وختاما، كل هدف الحلقه دي انك تتعلم ازاي تستفيد من الاختراع اللي انت ماسكه في ايدك 24 ساعه وهو النت. تعرف ازاي تستفيد منه وتستخدمه صح وتسخره لخدمتك، مش هو اللي يسخرك لخدمته. كانت حلقه سبيشال شويه، هي الحلقه الثانيه منا، ولكن هي كانت سبيشال شويه، وكانت بالتعاون مع اصدقائي عشيرة جوالك كليه علوم. يعني مشكورهم جدا،
هم اللي ادوني الفكره بتاعت الحلقه، وهم اللي ساعدوني في المقابلات. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. طبعا لو عجبتكم الحلقه ما تنساش تروق عليا بلايك، سبسكرايب، كومنت، وقول لي بتستخدم النت ازاي، او بتستخدم التليفون كام ساعه، بتقدر تستفيد من النت ازاي، يعني حاجات من موضوع الحلقه بتاعتنا. وطبعا هتلاقوا اللينك بتاع اكونتات شبكه هوت سبوت ميديا، شبكتنا الجميله هوت سبوت ميديا، سواء كانت تيك توك، انستجرام، فيسبوك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب طبعا للقناه وتفعلوا زر الجرس، وتصبحوا على خير.